فريق نادي رينجرز النيجيري بهدفين مقابل هدف واحد. تالتة يمين الوايت نايتس الالتراس، وهي الظاهرة الإيجابية في عالم كرة القدم المصرية، إن اختفى عنها الشغب وإن اختفى عنها التعصب، فإننا بالتأكيد هنستفيد من الالتراس في دروس جديدة. ولكن سيبقى للالتراس طعمهم وبريقهم وتشجيعهم الراقي والمتميز في أرض الملعب إن ابتعدوا عن بعض الهفوات اللي بتأثر عليهم. عبد الواحد السيد كابتن نادي الزمالك، وهو أقدم لاعب متواجد في مسابقة الدوري المصري من عام 97، وعبد الواحد السيد ما خرجش من أرض الملعب وبيتواجد مع نادي الزمالك. على الجانب الآخر جمهورية مصر العربية، وفي حضور جماهيري مكتمل في مدرجات التالتة يمين بالنسبة لجماهير الالتراس، والدخلة اللي واضحة بالنسبة لهم وهي دخلة الرعب بالنسبة لجمهور الزمالك في مباراة النهاردة. الزمالك والجونة، وأول مواجهة رسمية بين الفريقين في مسابقة كاس مصر بتحضر في مباراة النهاردة، وبالتحديد في هذا اليوم المشرق 25 سبتمبر بالنسبة لعام 2011. ونتمنى بإذن الله تعالى أن المباراة تخرج بالشكل المطلوب على مستوى الجماهير وعلى المستوى الأداء المتميز والمطلوب من جانب كلا الفريقين. أوراق الكابتن حسن شحاتة واضحة في مباراة النهاردة، ونفس الكلام برضو بالنسبة للكابتن أنور سلامة، مع استدعاء الفرصة للتشكيل اللي هيظهر أمام حضراتكم دلوقتي على الشاشة من جانب طاقم عمل لا يكل ولا يمل